السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني متتبعي مدونة شهاب الكرام في هذا الموضوع الجديد. وكما وعدتكم في صفحتي على الفيسبوك بنشر طريقة ربح $5 أو أكثر أسبوعيا. آم، ربما المبلغ يظهر لكم بسيط، ولكن هذه الطريقة موجهة للمبتدئين، ونظرا أيضا للطلبات التي تلقيتها من طرف الإخوة. إذا كنت مهتم بهذا الدرس، تابع معي فقط الخطوات التي سأمليها عليك. أولا نقوم بالدخول إلى موقع poparts.net. هذا الموقع منكم من يعرفه ومن يتعامل معه، ومنكم من سمع به، ومنكم من لا يعرفه. آه، نبدأ فقط عن هذا الموقع. فهو يتعامل مع المعلنين والناشرين بطبيعة الحال، أن يقوم الموقع بوضع إعلانات من نوع بوب بوب أب، أو إعلانات منبثقة في موقعك. نحن سنقوم بتسجيل في الموقع ونضع الإعلانات في مدونة جديدة فارغة. كما يمكنك وضع الإعلانات في المدونة الشخصية الخاصة بك أو في أي موقع فقط، لا يشترط أن تكون مدونة. المهم موقع يكون مجاني، بنطاق مجاني، يكون بنطاق مدفوع. المواقع من أي نوع. للتسجيل في الموقع كل ما علينا القيام به هو الذهاب إلى sign up، ثم تقوم بإيميل هذه الاستمارة. في اليوزر نيم تضع اسم المستخدم الخاص بك. في الإيميل البريد الإلكتروني account type تضع advertiser. في الباسورد كلمة المرور ثم تعيدها هنا. في الفيرست نيم اسمك الأول، last name اسمك الثاني أو لقبك، phone number رقم الهاتف. ثم تقوم ب وضع علامة على I have read and accept terms and conditions، ثم تقوم بعمل ريجستر. الموقع سيرسل لك رسالة تفعيل في بريدك الذي وضعته هنا، الذي يشترط أن يكون صحيح. تقوم بالتفعيل ثم تذهب إلى صفحة تسجيل الدخول في الموقع. تقوم هنا بكتابة اسم المستخدم الخاص بك. في الباسورد كلمة المرور التي وضعتها لإنشاء حسابك، ثم تقوم بعمل sign in. ثم تأتيك هذه النافذة، تقوم بالضغط على View Dashboard أو الذهاب إلى لوحة التحكم. كما ترى الآن هذه لوحة التحكم الخاصة بحسابي، وهذه أرباح الشهر السابق التي فقط قمت بعملها من أجل تجربة الموقع ومصداقيته وكيفية الربح منه. جربت بحسابين. الحساب الأول جربت به طريقة وكانت غير مشروعة في الموقع، فتم إغلاق الحساب، ولكنها كانت تأتي بدولارات ولكن لا فائدة منها. هذا أيضا جربت هذه الطريقة والتي أقل منها نوعا ما في مقدار الأرباح، ولكن جيدة بالنسبة للمبتدئين الذين يعني ملوا من مواقع البي تي سي ومواقع التي تقوم بإعطاء السنتات التي ستربحها بعد عام أو أكثر. وكذلك الذين ليس لديهم مبلغ مالي للاستثمار. أولا علينا أن يكون لدينا موقع أو مدونة، لذلك كما يعرف البعض أسهل طريقة هي الذهاب إلى بلوج. ثم تقوم بإنشاء مدونة عادية. هذه المدونة التي أنشأتها. إذا لم تكن تعرف كيفية إنشاء مدونة، فقم بالضغط على مدونة جديدة. ثم اضغط على اسم النموذج، اكتب يعني أي اسم المدونة، العربية والإنجليزية لا يشترط ذلك. في العنوان هنا تكتب الرابط الذي تريد أن يكون بجانب blogspot.com. اكتب أي شيء يعني. فعليه أن يكون عنوان المدونة متاح، ثم اضغط على إنشاء مدونة جديدة. ستظهر لك في حسابه مثل هذه، في حسابك مثل ما تلاحظ الآن. نقوم بالدخول إليها. كما تلاحظ فهذه المدونة ليست لا تحتوي على أي شيء، لا تحتوي على مواضيع ولا حتى قالب، بل تحتوي بالقالب العادي الذي يأتي مع إنشاء أول مدونة. كما تلاحظ هنا فهي مدونة فارغة. تقوم بالذهاب إلى موقع بوب أدز، ثم إلى نيو ويب سايت، أي ستقوم بإضافة موقعك إلى قائمة المواقع التي المقبولة في موقع بوب أدز. تقوم بجلب رابط مدونتك، سايت نيم، تقوم بعمل كل عفوا سايت نيم هو اسم الموقع، سايت يو ار ال هو رابط ديسكريبشن الخاص بموقعك. تقوم بوضع أي وصف لموقعك. شرط أن يكون صحيح، ولكن يعني لقبول موقعك أشترط عليك أن تقوم بوضع موقعك الشخصي. نعم، لأنه موقع يعني يحتوي على مواضيع، يحتوي على محتوى، يحتوي على زوار. فربما الموقع سجلت فيه قبل شهرين. قبل الموقع وضعته له موقع أول فارغ، يعني مدونة أولى مثل هذه لم يقبلها، في المرة الثانية قبلها. يعني هناك احتمال 50% للقبول و50% للرفض، ولكن عندما وضعت موقع به مواضيع به مقالات قبله مباشرة.
نعم، تضع هنا description. في الكيورد تضع على الأقل 4 أو 5 كلمات مفتاحية، كل واحدة في سطر. نعم، كل واحدة في سطر هكذا. ثم في الكاتيجوري تختار القسم الخاص بموقعك أو نوع الموقع. مثلا هنا مثلا shopping clothing، إذا كان متجر مثلا نيوز، إذا كان موقع الأخبار تك، إذا كان موقع تقنية. تختار يعني، تبحث وتختار موقع حسب النيتش الخاص به، لأن يجب أن يكون النيتش صحيح لكي يضع الموقع لك الإعلانات المناسبة. تترك هذه allow campaign with، تتركها كما هي. أيضا advertisement showing us تتركها كما هي. ثم تقوم بعمل add website. بعد 24 ساعة تتلقى الرد على بريدك الإلكتروني إذا تم الموقع، إذا قبلك الموقع أو لم يقبلك. إذا قبلك الموقع فتذهب إلى code generator. الآن تختار قائمة، من هذه القائمة تختار موقعك الذي تريد وضع عليه إعلانات. بعد قبول موقعك فستجده هنا مباشرة. مثلا أختار أنا هذا الموقع، ثم أقوم بعمل generate code. هذا الكود ستضعه كأداة في مدونتك. تقوم فقط بنسخ الكود، تقوم بعمل كوبي، تذهب إلى المدونة، ثم إلى التخطيط، ثم إلى إضافة أداة. تضع في أي مكان في مدونتك، شرط أن تكون بين الوسمين هاد وهاد الذي تأتي في الأسفل. ثم تذهب إلى HTML JavaScript وتقوم بعمل كولي أو لصق باست هذا الكود وهو كود جافا سكريبت. تقوم الآن بالحفظ، ثم تذهب إلى تروبل شوتر، وهي الأداة التي لتتأكد فقط من أن الكود يعمل بشكل جيد في الموقع. هذه المدونة ليست مقبولة، لذلك الكود سيأتي سيقول هناك أخطاء أو لا يوجد الكود في هذا الموقع. ولكن سأضع رابط أحد مواقعي التي يعمل التي يعمل عليها موقع بوب ادز. ثم تضغط على شيك. كما تلاحظ الموقع seem like you are using more than one pop ender. الموقع قال لي هنا بأنه الأداة تعمل، ولكن ربما أنت لما تستعمل العديد من مواقع بوب ادز فهذا أمر صحيح، ولكن الكود يعمل بشكل عادي. فلو ذهبت إلى موقعك وضغطت في أي مكان في الموقع الخاص بك ستأتيك ستنبثق لك نافذة فيها إعلان. تلك هي النافذة الخاصة بالإعلانات التي سنربح منها، والتي سنشرح طريقة الربح منها الآن. بالنسبة لي هناك أمر واحد فقط يجب توضيحه. فعند الضغط في بعض الأحيان على تلك النافذة لن تظهر لك إعلانات، وهذا لأن الاي بي تاعك الخاص بك عفوا حفظ وكأنها الاي بي المدير، لذلك لم تظهر لك الإعلانات لعدم خسارة المعلنين. بالنسبة لطريقة جلب الزوار فيمكنك الذهاب إلى موقع tenhits.com. سأضع لكم رابطين كما كالعادة. الرابط الأول وهو الخاص بالريفيرال الخاص بي لتسجيل تحتي أو أسفلي ودعمي. أما الرابط الثاني فهو الرابط الخاص بصفحة رئيسية. إذا كنت تريد التسجيل عبر الريفيرال تقوم بالذهاب إلى www.tenhits.com، ثم تذهب إلى sign up. هذا الموقع تقوم أنت بترك الحاسوب يعمل لجلب الزيارات لتزور مواقع أخرى وتربح نقاط. عندما تربح نقاط تصل إلى حد معين سيعطيك الموقع جائزة 5000 على ما أظن نقطة أو 50,000 لا أتذكر. تقوم أنت بوضع رابط موقعك أو مدونتك لتتحول كل تلك النقاط إلى زيارات لصالح مدونتك وبالتالي إلى أرباح. هنا في الفول نيم تقوم بعمل كتابة اسمك، وهنا الإيميل، وهنا الباسورد، وهنا كلمة تحقق. ثم تضغط على I agree with terms and conditions and privacy policy، ثم sign up. الموقع بطبيعة الحال سيرسل لك رسالة تفعيل إلى البريد، تقوم أنت بقبولها وثم الذهاب إلى اللوج إن بيج tenhits.com/login. تقوم بكتابة الإيميل الخاص بك وهنا الباسورد، وتقوم بعمل entry أو login. بعد الدخول إلى موقعك ستلاحظ هنا النقاط، فأنا قد قمت باستهلاك جميع النقاط، وهنا المواقع التي قمت بوضعها أو ستضعها.
كل ما عليك فعله هو أن تقوم إلى add new site add new site، وتقوم بوضع الرابط الخاص بمدونتك التي قمنا بإنشائها قبل قليل. آه، مثلا سأربط مدونة شهاب. هنا اسم فقط الموقع، وهنا الرابط. هنا إذا كان موقعك يحتوي، عندما يقوم الزائر بتصفحه هل يحتوي يعني صوتيات أو لا، تقوم أنت بوضع yes or no. مثلا هنا no. لغة الموقع عليها أن تكون صحيحة، مثلا Arabic English. في المثال السابق سنضع English أو Arabic كما تريد، ثم تقوم بعمل add new site. الآن طريقة جمع النقاط في هذا الموقع فهي سهلة جدا. كل ما عليك هو أن تقوم على تضغط على Surf now، وسيبدأ الموقع بزيارة المواقع الأخرى وجمع النقاط. كما ترى هنا you have earned 1 point، يعني ربحت نقطة. وإذا تركت الموقع يعمل فسيجمع نقاط كثيرة بدون توقف. نعم، يمكنك تركه وستجمع نقاط. إذا كنت سجلت يعني عبر الريفيرال، فعندما تصل إلى حد معين من النقاط، على ما أظن 500 نقطة، ستحصل على 5000 أو 50 نقطة، لا أتذكر ذلك، ولكن أكيد هناك بونيس عند التسجيل عبر الريفيرال، كما يمكنك التسجيل مباشرة عبر الصفحة الرئيسية. كل هؤلاء الزيارات ستتحول إلى أرباح. فالموقع يدفع مقابل الزيارات. لا يشترط عليك أي 1000 زيارة أو 2000 زيارة. سأريكم الريبورت الخاص بإحدى المواقع this month last month، ثم generate report. كما تلاحظ هنا مثلا 14 زيارة، أعطاني الموقع 0.02 دولار. ما بالك يعني لو كانت 140 زيارة، ستكون هنا 0.2. إذا كانت 1000 ستكون 2 دولار. وإذا عملت بجد في هذا الموقع فأنا أعدك بأنك وأضمن لك أنك ستحصل على أكثر من 1000. وإذا يعني استعنت بمواقع أخرى لجلب الزيارات كموقع إتلاب مثلا، موقع أليكسا بوتستاب الذي شرحناه سابقا، والذي بوست اب عفوا، والذي شرحناه سابقا لكيفية جلب النقاط منه وجلب الزوار. وإذا كانت لديك مواقعك الخاصة فأنا أنصحك بالإكثار من المواقع التي تجلب الزيارات. بالنسبة لي عند الحصول على أول مدخول من هذا الموقع، فلا أنصحك بهدر المال مباشرة أو صرف على شيء آخر، بل بشراء نقاط من موقع اوتو سيرف ترافيك اكسشينج. 50,000 نقطة مقابل 5 دولارات. نعم، 50,000 نقطة مقابل 5 دولارات، والتي تعني 50,000 زيارة مقابل 5 دولارات. هذه الزيارات شرعية 100%، ومن اي بيات حقيقية ومشروعة في الموقع وعن تجربة. بالنسبة لموقع بوب ادز فهو موقع صادق. نذهب الآن إلى حسابي في الباي بال فقط لأريكم إثبات الدفع. ها إليكم إثبات الدفع من الموقع. send by Tomc Soft office at tomcsoftsa.com. هذا هو الإيميل الخاص بالموقع. رقم الهاتف 5.04 دولار كما أتيتكم قبل قليل. دفع completed، تم الدفع. custom note pop ads payment for account لهذا الحساب. هذه فقط يعني مجرد إثبات بأن الموقع صادق ومجرب عن طريقي. إذا أعجبكم الموضوع لا تنسى الضغط على زر لايك، زائد شار للموضوع ومشاركته مع أصدقائك لتعم الفائدة. إذا أفدتك فلا تنسى الاشتراك عبر الريفيرال الخاص بي في جميع المواقع التي تم ذكرها الآن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حلقة قادمة نلتقي بإذن الله.